ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ في الفيديو ده بقى هنتكلم على نوع البيانات. قبل ما ابدأ اي بحث لازم اسأل نفسي انا هشتغل على انهي نوع من البيانات، لان البيانات هي اللي بتحدد طريقة التحليل اللي انا هستخدمها. فاحنا بنقسم انواع البيانات لتقسيمتين. اول تقسيمة اللي هي الكوانتيتيف الكمية، والكواليتيتيف تاني تقسيمة يا اما بيانات اولية وبيانات سنوية. هناخد في اول تقسيمة الكوانتيتيف البيانات الكمية، يعني كم، يعني بنقيس حاجات زي الطول، الوزن، العمر، ودي بنحللها عن طريق الإحصاء وبنعمل جداول ورسوم بيانية ونحسب المتوسط والفرق. يعني من آخر كده هو الكورس بتاع الإحصاء بتاعنا. التقسيمة التانية اللي هي كواليتيتيف. كوانتيتيف، ده بيانات نوعية، يعني كلام، أوصاف ما فيهاش أرقام، عايزين نفهم سبب، رأي، تجربة، بنحللها بطريقة اسمها الكواليتيتيف اناليسيس. زي ما انا قلت لكم ان احنا بنحدد البيانات عشان نعرف هنحللها ازاي. ناخد للتقسيمة التانية اللي هي البيانات الأولية والبيانات السنوية. البيانات الأولية دي إن أنا جمعتها بنفسي مخصوص عشان البحث، زي لما أعمل استبيان، مقابلات، تجارب. النوع التاني اللي هو البيانات السنوية، البيانات اللي موجودة قبل كده وأنا بستخدمها من مصدر تاني، زي مثلا إحصائيات وزارة الصحة أو بيانات منشورة في بحث قديم. المهم ان نوع البيانات هو اللي بيحدد لنا هنستخدم انهي ادوات وهنحلل المعلومات ازاي. فلازم اكون فاهم الفرق الاول عشان ما توهش في النص. ولو عجبتكم السلسلة اعملوا لي لايك واكتبوا لي في الكومنتات علشان اشوف هقدر اكمل ولا لا.